فنان مشهور فتحوا قبره بعد دفنه ب10 سنين ولقوا جسمه ما اتحللش وزي ما هو كأنه مدفون من ساعات. والمفاجأة الأكبر كمان إن هم لقوا جنبه 6 أكفان صغيرة فيهم أطفال متوفيين وبرضه مش متحللين. الفنان سمير حسني فنان فيه كل عناصر النجومية، الموهبة والوسامة والصوت الرائع، وكمان دارس التمثيل وكمان بيدرسه، ومع كل ده ما خدش فرصته ولا حقه في النجومية. الفنان سمير حسني ظهرت موهبته في التمثيل والغناء وهو لسه في المدرسة، وقرر إنه هو يدخل مجال التمثيل، لكن أمه كانت رافضة المجال ده تماما لأنها كانت متدينة جدا وكانت محافظة وخايفة على ابنها من إن هو ينساق للأخطاء والذنوب، لكنه وعدها إنه هو عمره ما هيعمل مشهد يغضب ربنا، زي مثلا إن هو يبوس ممثلة أو حتى يشرب خمرة. ومش بس كده، ده عمره ما هيفوت فرض الصلاة أبدا. وأمه صدقته ووافقت ودعت له، وفعلا دخل معهد الفنون المسرحية وطلع الأول وتعين معيد، وبقى بيدرس التمثيل للأجيال اللي جاية. طبعا بمجرد ان هو تعين معيد اكيد كانت فرصته في دخول التمثيل كانت كبيره، ولفت نظر المخرجين وقدموه في الافلام، والناس اعجبت بيه قوي لغايه ما اخذ دور البطوله في فيلم اسمه الحساب يا مدمزيل. الفيلم ماشي كويس جدا لغايه بقى ما حصلت مشكله. جه مشهد ان المفروض ان هو هيقبل الممثله البطله، وهو طبعا رافض الموضوع ده تماما واخده مبدأ على نفسه. فالممثله اتعصبت جدا، وصل الأمر إن هي أهانته قدام الناس إهانة مباشرة وصريحة، وقالت له: أنت الطول تبوسني يا كذا، ابقى قابلني لو نجحت في التمثيل. وفعلا وقد كان بعدها كل المخرجين بقوا يرفضوا تماما إن هم يجيبوه، وقالوا إن ده واحد ملوش في المشاهد إياه. ومع ذلك فضل على مبدأه واضطر يلجأ للأعمال الإذاعية اللي نجح فيها جدا جدا، وخصوصا إن خامة صوته رائعة. وبعدين رجع تاني للتلفزيون، لكن طبعا في أعمال محدودة، يا إما تاريخية يا إما دينية، وفضل محدود طول عمره في دايرة الأدوار كمان الثانوية. طبعا الدنيا ساعات كانت بتضيق بيه، خصوصا إنه اتجوز بدري ومسؤول عن بيت وطفلتين، لكنه رغم كده كان مخصص ربع دخله للأيتام، سواء بقى دخله يزيد يقل، لكن دايما أي قرش يجيله لازم يدي ربعه للأيتام. ومراته نفسها أكدت كده. زوجته بتقول إنه كان بيرفض الشغل يوم الجمعة، لأنه بعد صلاة الجمعة كان دايما بياخدهم ويوديهم دار أيتام يقضوا بقى فيه اليوم كله لغاية بالليل، وكان بيشتري لهم لبس وحلويات وألعاب ويفضل يلعب معاهم طول اليوم. ده كمان ساعات كان بينظم لهم حفلات وكان بيغني فيها كمان كانت بتقول إنه هو مواظب قوي على الصلاة في المسجد، وكمان كان بيحب حلقات الذكر، وكان بيتلو القرآن تلاوة جميلة بصوته. سمير حسني في سنة 2000 جاله نزيف حاد في المخ، والطبيب قال لمراته إنه هو لازم يعمل عملية، ولو ما عملش العملية دي هيموت، لكن كمان لو عملها يا إما هيطلع منها يا أعمى يا مشلول يا إما الاتنين. طبعا ساعتها كان موقف صعب، وساعتها أخذ القرار وقال أنا هعمل العملية، وبعدها خرج منها سليم معافى تماما، وقال لها إن السبب هو دعاء الأيتام ليا اللي كنت شايفهم بيدعوا لي طول ما أنا في العملية. سمير حسني عاش بعد العملية دي 12 سنة سليم تماما، وفي نوفمبر 2012 حصل له تاني نزيف في المخ، لكنه توفى فجأة. في جنازته أهله اتفاجئوا بحوالي 4000 طفل يتيم ماشيين وراه، وكانت جنازة مهيبة وما كانش فيها ولا فنان واحد. الأهم من كده اللي جاي، لما اندفن كان هو أول واحد يندفن في المقبرة بتاعته، وما كانش في حد معاه خالص. بعد حوالي 10 سنين توفى واحد قريبه، فبيفتحوا المقبرة اتفاجئوا إن الجسد بتاعه سليم تماما وكأنه لسه مدفون، وكمان جنبه 6 أكفان صغيرة فيهم أطفال. ساعتها طبعا أهله جابوا حارس المقبرة ومسكوا فيه واتخانقوا معاه وقالوا له: مين الأطفال دول؟ أنت بتتصرف في مقبرتنا كده من نفسك؟ ساعتها الحارس اتصدم وأقسم بالله إنه ما يعرفش حاجة عن الأطفال دي. سبحان الله، ربنا يغفر له ويرحمه ويرزقه الفردوس الأعلى.